اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا بينا كده على النبي قبل ما نبدأ الفيديو كلكم. وعايزاكم تساعدوني بقى في يعني مجهود، هعمل مجهود كبير طبعا الفترة اللي جاية دي، وعايزاكم معايا لأن بجد يعني أنا كنت مترددة إن أنا أنزل الفيديو ده بقالي فترة. مش بقالي فترة، يعني بقالي حوالي مش أقل من أسبوع تقريبا. أنا كنت مصورة كده، أنا قلت إيه هصور، يعني مش كنتش بصراحة ناوية خالص إن أنا أنزل أي فيديو. كنت بصور كده يعني بالصدفة إن أنا إيه يبقى معايا كل مرحلة أنا تعبت فيها في الشقة دي فتبقى ذكرى بالنسبة لي. فأنا قلت أكبر ذكرى بصراحة تبقى بالنسبة لي إن أنا أنزلها على اليوتيوب، وهتفضل معايا مستمرة العمر كله بصراحة، لأن كل حاجة فيها بجد تعب ومشقة. عايزة أقول لكم تعب جامد قوي قوي. انا بصوا مصوره لكم الشقه دي خلاص بقت بتاعتي. الحمد لله ربنا جبر بخاطري وخدتها. الحمد لله هي مش ملك، بس تقدروا تقولوا حاجه كده زي الملك. طبعا يعني الحمد لله على كل حال. انا كان نفسي اخدها ملك بس ربنا ما اردش، بس الحمد لله. يعني الحمد لله برضك ان هي ايه انها تبقى حاجه بتاعتي يعني على طول. وطبعا برضك انا اللي هعملها، يعني انا حابه ان انا هتعب فيها وكده، لاني انا هعملها على مزاجي انا، وهبقى حابه كل تفصيله فيها. وهعملها على قد امكانياتي. يعني انا ببقى عايزه في افكار كتيره في دماغي وان انا نفسي اعملها، بس برضك مش هقدر ان انا اعملها على غير على قد امكانياتي. بصوا كده، انا اول ما دخلت دي كده دخلت الصاله، يعني فتحت باب الشقه. انا ببطئ لكم خالص الفيديو لان اصلا انا ما كنتش في نيتي خالص والله ان انا انزله. اول حاجه كده انا دخلت دي كده، شفتوا الحته اللي انا وريتها لكم جنب الشباك دي صاله، والحته دي كده اوضه، دي اوضه ببلكونه. فانا ايه عايزه يعني اخد رايكم ان انا هفتح الصاله على الاوضه دي عشان تبقى ايه يبقى متاحه معايا ان انا ايه تبقى الصاله كبيره يبقى ريسبشن. فايه هعمل ان انا هفتح الحيطه اللي هي جنب ما بين الصاله وما بين الاوضه. لكن البلكونه انا طبعا كان نفسي جدا جدا في بلكونه، لان الشقه اللي انا اللي انا قاعده فيها دلوقتي حاليا اللي هي بالايجار الجديد دي ما فيهاش بلكونه. فانا بصراحه كانت امنيه حياتي ان انا اخد شقه، لما اخدها ببلكونه عشان انا بحب يعني اقف كتير فيها. دي كده اهي الاوضه. طبعا الكراكيب دي كلها كان في اكتر من كده ونزلت ولسه دي هتنزل. دي حاجة السباكة. يعني اول حاجة اول ما خدتها انا ما طلعتش اول يوم طبعا اول ما خدت المفتاح، لا طلعت تقريبا تاني يوم او تالت يوم. عقبال يعني ما نفسي بصراحة لان هي دورها عالي. فدي كده المواسير دي بتاعت السباكه. دي الاوضه دي اللي هي جنب باب السلم على طول، دي اللي انا هخليها اوضه اطفال. انا بوريكم برضو المساحه بتاعتها، هي المساحه بتاعت الشقه مش كبيره. اللي انا قاعده فيها دلوقتي حاليا اللي هي الايجار الجديد دي اوسع منها بصراحه. بس الحمد لله يعني هتبقى برضك ايه هنا. بصي هي مش ملك، يعني هي انا كان نفسي اخدها ملك زي ما قلت لكم، بس ربنا ما اردش الحمد لله. بس هتبقى ايه يعني يقولوا كده زي هي ايجار قديم يعني على العموم، يعني مش بحب اخبي عليكم حاجه. ودي برضك ان انا بنزل الفيديو ده ذكرى بالنسبه لي. يعني انا برضك عايزه انزلها ان هي تبقى ذكرى، لان انا زي ما قلت لكم تعبت في كل حاجه فيها. وطبعا اخواتي ما سابونيش والله العظيم، ربنا يبارك لهم، لان طبعا محمد جوزي على طول في الشغل، وانا انا وهم اللي على طول ايه محتاسين. بس انا بجد يعني تعب قضم ظهر بجد، لان انا بعمل كل حاجه ورا بعضها عشان ما ادفعش ايجار هنا وهنا. دي برضو بقيت السباكة اللي هو الاسمنت والحاجات بقى اللي هي بقيت ال... الكوع والحاجات ديت والجبس والمادة العازلة. كل الحاجات دي بقى ايه اللي هي بتاعت. تعالوا بقى انه اوريكم. انا خلاص قلت لكم اول تعديل هعدله اللي هي ايه، اللي هي الصالة. هفتح الصالة على الأوضة عشان تبقى ريسبشن، ما تبقاش ضيقة قوي لان الصالة صغننة جدا. بصوا انا بوريكم بس ايه اول بدايه بداتها هي السباكه، لان دي اول خطوه، لان هي الشقه طبعا على الطوب الاحمر ما فيهاش اي حاجه خالص معموله. كانت راجل قايل ان هي معمول كهرباء، بس كل الكهرباء دي كلها اتشالت وعملتها من اول وجديد. انا ببطئ جدا الفيديو، بس عايزه بجد دعوه من قلبكم وتساعدوني وتقولوا لي لو في افكار عندكم وايه اللي انا هعمله وايه اللي ما اعملوش. ده كده الحمام. بصوا انا اول بقى بشاور لكم بايدي كده اللي تحت الشباك دي كده هتبقى ايه، هتبقى القاعده بتاعه الحمام، وجنبها كده هتبقى البيبه.
اللي هي بتاعه الصرف، وهتبقى الدش في الحته دي اللي انا بشاور لكم فيها، ده كده الدش هيبقى فوق كده. وهنا هيبقى الحوض. هي المساحه مش كبيره قوي، صغننه، بس انا اصلا كده كده مش حابه ان انا يعني يبقى عندي بانيو، لان انا كده كده مش حابه ومش بستخدمه كتير. هو بيبقى بينفعني بس في البطاطين بصراحه. كده بقى الدخله دي كده دخلة المطبخ. هو لسه طبعا السباكه ايه هتركب ايه بعدين، يعني لسه انا بس جبت حاجتها بس مش هتركب دلوقتي. انا بوريكم بس تفاصيل الشقه. الرسمه دي بقى، الرسمه دي كان اخويا هو اللي رسمها، هو السباك. من هحط كده تحت الشباك هيبقى الحوض. وهعمل ايه، هقفل رخامة، يعني هعمل رخامة وهقفل بقى من تحت، لان المطبخ طبعا صغنن جدا، وانا هحاول ان انا ايه يعني استنفع بكل تفصيلة فيه. وهيبقى في النص هيبقى البوتاجاز. والحتة بقى دي كده تعتبر متر او اقل من متر هيبقى فيها المطبخ بتاعي. انتوا طبعا عارفين المطبخ بتاعي صغير، وانا طبعا مش هقدر ان انا ابيع اي حاجة او ان انا مثلا اجيب حاجة جديدة، لاني طبعا انا عايزة ايه الفلوس كلها ويا رب بس تكفي ان انا هستهلكها كلها في الشقة. ودي كده اوضة النوم في وش الحمام على طول. طبعا في شباكين، انا كان ممكن اقفل الشباك فيهم او اقفل الشباكين، بس انا بصراحة عايزة تهوية. هي الشقة دي في اخر دور اصلا. وده كده الشباك اللي هو بتاع الصالة، اول كده ما بخش من دخلة الباب على طول. برضو كنت هقفله بس قلت لا، انا مش هقفله بصراحة عشان يبقى تهوية للشقة. لاني بجد انا بحب مكان كده يبقى متهوي، بتخنق جدا من مكان من الاماكن المغلقة، ما بحبهاش. ودي الحيطة اللي انا قلت لكم ان انا هفتحها، دي هفتحها ان شاء الله على يعني الصالة، ما بين الصالة والأوضة. ودي البلكونة، طبعا انا قلت لكم ان انا كان نفسي فيها جدا. تعالوا بقى اوريكم ايه البلكونه. هي البلكونه كده صغنطوطه بس حلوه، هي الشقه كلها صغننه كده. كده خلاص انا بقى هقفل الشقه. دي الاوضه اللي هي بتاعه الاطفال، اللي هي اول ما بتخش على طول يعني من دخلة الباب كده على الجنب، اوضه الاطفال. بصوا هي المساحه بتاعتها. ادعوا لي بقى دعوه حلوه من قلبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. واهم حاجه اللايك بالله عليكم، عشان هو ده اللي بيرفع الفيديو. يمكن مشاهداتكم يعني ترفع شويه من يعني تخليني مثلا، لان انا اصلا موضوع القبض دوت خلاص ما بقاش عندي امل فيه. انا كده بقفل الشقه، قفلتها خلاص. وهنزل بقى من ايه، هنزل